سؤال، ليش عندك مثلا ختمين، ساعتين، قلمين، نظارتين عم نشوف بالشاشه؟ حتى القلم يعني عندك ليه وزوجتين القلم ما شاء كذا. الله؟ نعم شو السر يعني؟ خبرنا شوي. الصراحه احسنت. الصراحه اسئله وجيهه وبعدين طلعوا. وبعدين انا لما اجلس بعض المرات لوحدي واعمل اشياء والله اني اضحك، والله العظيم اني اضحك. ليش؟ اصلح اشياء غريبه إيه؟ ومستحيله. ايوه. وغريبه على المجتمع. طبعا انا ما بدي افسر، انا ساعتين خاتمين نظارتين. نعم. طيب انت هل نزل فيها شيء ان لازم اليد اليسرى فيها خاتم وساعه؟ لا، اليمين واليسار زي بعض. ازعجوك المعجبين؟ اذا فيك تحطه بالسايلنت التليفون عشان حتى الجوال احيانا لون الجوال اللي معك، حتى لون الجوال يصير نفس لون الثوب احيانا. هذا الجوال انا عندي الجوال مو موجود بعد. شايف؟ ايه الله. مو موجود ابدا. تحب الاحمر؟ مستحيل يوجد. تحب اللون الاحمر انت يا ابو ناجح؟ هذا تصدق هذا جاني من امريكا مع السياره الشارجر. ما شاء الله. اللي ماخذه 200 بعد ما وصلت وشريتها والله جاني بالبريد. بالبريد واصلك. تحب اللون الاحمر انت تحديدا صح ولا لا يا ابو ناجح؟ السيارة. ابو ناجح ليش اللون الاحمر؟ لا، في ليش اللون الاحمر؟ ليش اللون الاحمر؟ شكله معاه تليفونين كمان. قول. اقول ليش اللون الاحمر؟ سكر جوالك يا ابو ناجح. والله بسأل الجوال بس العالم هذه. والله اللون الاحمر عندي انا جميع الالوان. شفت لكن اللون الاحمر الان اصبح يعني حلو بوجهه نظرنا زين. اللون الاحمر ما يتعارض مع لا الشرع ولا الاسلام ولا حرير ويعني وممتاز. شوف. نعم. عطنا قصيده طيب. نعم. ما تعرف تطفيه يا ابو ناجح. ما تعرف تطفي الجوال. بلشنا الجوال. بلشنا تقول لي شطحه. ولديتك يضحك. طفوا. حسبي الله عليه. هذا اللي يبغى لي اطفي. هذا ازعجني. طيب ابو ناجح يقولون انك تحب تزور الاردن. ويوم رحت الاردن صار لك فيها موقف. نعم. تجمعوا عليك الناس ورجال الامن طلعوك من المجمع. وش السالفه؟ والله شوف. نعم انا طالع مو اريد ان تجمعت عليه. انا لابس لباس شاذ يعني لابس لباس ربيعي. أيوة. ملفت للنظر. وطلعت انا وصديقي راشد الخمسان بسيارتي وافلنش قمرتين غير هذه. ومتى كان في عمان مول في جلسه حلوه برا ربيعيه. دخلنا طلبت عصير انا وهو طلب عصير وراح يتفرج. ما ادرين الا العالم هجوم تصوير غير طبيعي. هجوم تصوير غير طبيعي. لما وصلت جو رجال الامن قال لا صلح فوضى زين. فاخرجوني انا وراشد من المول. قالوا لو سمحتوا طلعوا. طلعنا والله اتقاء للشر. وفعلا انا لما شفت الوضع والله اني توقعت الخروج يطلعون. تحب الشهرة؟ يعني والله ما في شيء. والله عملونا معاملات. تحب الشهرة؟ والله معاملة صح عملونا. طب ايش تحب في الاردن طيب كمان؟ احكي لنا يعني كيف الزيارة هذه. هاي موقف صار لكن يعني ما شنو بجوال وبلمس. ما عم بسمعنا. ابو ناجح والله الجوال هذا ما ادري منه. هلا خلينا نطفي لو سمحت. طفوا. يلا خلينا نطفي. طيب ابو ناجح. لا تضحك. خلينا نطفي. ابو ناجح انا بضحك. انا طفيه. طفوا يا ابو ناجح. ترى بلشنا والله. يلا والله طفي الحين. طيب ابو ناجح انت معدد عندك زوجتين ما شاء الله صح ولا لا؟ عندي من كل شيء اثنين ما شاء الله. عندي ايش؟ عندك زوجتين ما شاء الله. لا الان لا والله ما عندي زوجتين. وشون تو بالتقرير انت تقول ما عندي زوجتين. كنت لا تقول والله ما عندي. لا اول عندي وطلقت ابدا. كنت تقول ما شاء الله جامع بينهم وموفق بينهم وما في مشاكل تصير ابدا. ما له معمول الاسبوع. اي والله الحمد لله. انا اعاملهم معامله الشرع الاسلامي. ايه. بعدين انا سويت لهم مؤتمر. قلت لهم اسمعوا حنا اثنين انتم ثنتين وانا واحد وعيال ما فيه وبنات ما فيه.
ومشاكل ما فيه. انا ماني جايب ركن، اللي تبغى تروح لا لا وترزق الله تجيب عيال وبنات وان الله رزقها تفضل. ولا في عندي اي احراج، انا مستعد اصرف عليها حتى تتزوج ماديا واي شيء. يعني انت واذا المال والبنون نعم. زينة الحياة الدنيا، ليش ما تبي عيال يا؟ والله ها؟ ليش ما بدك عيال يعني؟ طبعا المال انا عندي مشكله والحمد لله. الله يشفيك من الله عز وجل، وهذا قضاء وقدر. الله يشفيك. طيب سمعنا شيء من قصيدك يا ابو ناجح. سمعنا شيء من قصيدك. والله القصيد انا بالنسبه للقصيد الغزلي انا تغزلت بوحده الان متزوجه ولا لي علاقه فيها، وانما في الاخ هذا مدير المدرسه الثانويه راشد الخمسان قال لي نبغى نروح العمان. وتجهزت العمان وانتهيت وجهزت السفر بسيارته هو. أيوة. وجوازي معاه، ياخذ جوازي معاه على اساس ما اسافر مع غيره من الناس. بعدين يا طول العمر جاني يوم الاربعاء، هو كان ما يبغى يروح. الجو قال فيه غبار، في مدري ايش، ما ادري يا الشبح ما نبغى نروح. انا توقعت قلت له اسمع يا راشد، الجو له هوا وغبار، عطني جوازي انا ما التليفون عشان حتى الجوال احيانا لون الجوال اللي معك، حتى لون الجوال يصير نفس لون الثوب احيانا. هذا الجوال هذا انا عند الجوال مو موجود بعد. شايف؟ ايه الله مو موجود ابدا. تحب الاحمر مستحيل يوجد. تحب اللون الاحمر انت يا ابو ناجح؟ هذا تصدق هذا جاني من امريكا مع السياره الشارجر. ما شاء الله، اللي ماخذه 200 بعد ما وصلت وشريتها والله جاني بالبريد. بالبريد واصلك. تحب اللون الاحمر انت تحديدا صح ولا لا يا ابو ناجح؟ السيارة. ابو ناجح ليش اللون الاحمر؟ لا في ليش اللون الاحمر؟ ليش اللون الاحمر؟ شكله معاه تليفونين كمان. اقول ليش اللون الاحمر؟ سكر جوالك يا ابو ناجح. والله بسأل الجوال بس هالعالم هذه. والله اللون الاحمر عندي انا جميع الالوان شفت لكن اللون الاحمر الان اصبح يعني حلو بوجهه نظرنا زين. هو اللون الاحمر ما يتعارض مع لا الشرع ولا الاسلام ولا حرير ويعني وممتاز. شوف نعم. عطنا قصيد. طيب نعم. ما تعرف تطفيه يا ابو ناجح، ما تعرف تطفي الجوال. بلشنا الجوال بلشنا تقول لي شطحه ولديتك يضحك طفوا. حسبي الله عليه، هذا اللي يبغى لي اطفي، هذا ازعجني. طيب عندي ايش؟ عندك زوجتين ما شاء الله. لا الان لا والله ما عندي زوجتين. وشون تو بالتقرير انت تقول ما عندي زوجتين. كنت لا تقول والله ما عندي. لا اول عندي طلقت ابدا. وكنت طيب كنت تقول ما شاء الله جامع بينهم وموفق بينهم وما في مشاكل تصير ابدا. ما له معمول اسبوع. اي والله الحمد لله. انا عاملهم معامله الشرع الاسلامي. بعدين انا سويت لهم مؤتمر، قلت لهم اسمعوا حنا اثنين، انت ثنتين وانا واحد، وعيال ما فيه وبنات ما فيه ومشاكل ما فيه. انا ماني جايب ركن، اللي تبغى تروح لا لا وترزق الله تجيب عيال وبنات وان الله رزقها تفضل. ولا في عندي اي احراج، انا مستعد اصرف عليها حتى تتزوج ماديا واي شيء. يعني انت واذا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ليش ما تبي عيال يا؟ والله ها؟ ليش ما بدك عيال يعني؟ طبعا المال انا عندي مشكله والحمد لله. الله يشفيك من الله عز وجل، وهذا قضاء وقدر. الله يشفيك. طيب سمعنا شيء من قصيدك يا ابو ناجح. سمعنا شيء من قصيدك. والله القصيد انا بالنسبه للقصيد الغزلي انا تغزلت بوحده الان متزوجه ولا لي علاقه فيها، وانما في الاخ فيه. انا ماني جايب ركن، اللي تبغى تروح لا لا وترزق الله تجيب عيال وبنات وان الله رزقها تفضل. ولا في عندي اي احراج، انا مستعد اصرف عليها حتى تتزوج ماديا واي شيء. يعني انت واذا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ليش ما تبي عيال يا؟ والله ها؟ ليش ما بدك عيال يعني؟ طبعا المال
انا عندي مشكله والحمد لله. الله يشفيك إن شاء الله. من الله عز وجل، وهذا قضاء وقدر. الله يشفيك. طيب سمعنا شيء من قصيدك يا ابو ناجح. سمعنا شيء من قصيدك. والله القصيدة أنا بالنسبة للقصيدة الغزلي أنا تغزلت بوحدة الآن متزوجة ولا لي علاقة فيها، وإنما في الأخ هذا مدير المدرسة الثانوية راشد الخمسان قال لي نبغى نروح العمان. وتجهزت العمان وانتهيت وجهزت السفر بسيارته هو. أيوة. وجوازي معاه، ياخذ جوازي معاه على اساس ما اسافر مع غيره من الناس. بعدين يا طول العمر جاني يوم الاربعاء، هو كان ما يبغى يروح. الجو قال فيه غبار، في مدري ايش، ما ادري يا الشبح ما نبغى نروح. انا توقعت قلت له اسمع يا راشد، الجو له هوا وغبار، عطني جوازي انا ما